في عام 1917 وأثناء احتلال فرنسا لدولة التشاد جمعت 400 عالم مسلم وقطعت رؤوسهم بالسواطير. ولما دخلت فرنسا مدينة الأغواط الجزائرية عام 1852 أبادت ثلثي سكانها حرقا بالنار في ليلة واحدة. وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الجزائر في الفترة بين عام 1960 و 1966 أسفرت عن عدد غير محدد من الضحايا بيتراوح بين 27,000 ل 100,000، وما زالت أثرها حتى اليوم. ولما خرجت فرنسا من الجزائر عام 1962 كانت زرعت وراها 11 مليون لغم، كان أكثر من سكان الجزائر في الوقت ده. احتلت فرنسا الجزائر لمدة 132 سنة، أباد الفرنسيين مليون مسلم في أول 7 سنين ومليون ونص في آخر 7 سنين قبل رحيلهم. ومجموع اللي قتلتهم فرنسا في الجزائر بين عام 1830 إلى عام 1962 هو 10 مليون مسلم. احتلت فرنسا تونس لمدة 75 عام، والجزائر 132 عام، والمغرب 44 عام، وموريتانيا 60 عام. ولما دخلت فرنسا مصر دخل الجنود الفرنسيين المساجد بخيولهم، وكانوا بيشربوا الخمر في المساجد، وحولوا عدد من المساجد لاسطبلات لخيولهم. وبعد كل هذا التاريخ الأسود تجد من يتباهى بحضارة فرنسا ويدافع عنها. الجيش العثماني في عام 1917 وأثناء احتلال فرنسا لدولة التشاد جمعت 400 عالم مسلم وقطعت رؤوسهم بالسواطير. ولما دخلت فرنسا مدينة الأغواط الجزائرية عام 1852 أبادت ثلثي سكانها حرقا بالنار في ليلة واحدة. وأجرت فرنسا 17 تجربة نووية في الجزائر في الفترة بين عام 1960 و 1966 أسفرت عن عدد غير محدد من الضحايا بيتراوح بين 27,000 ل 100,000، وما زالت أثرها حتى اليوم. ولما خرجت فرنسا من الجزائر عام 1962 كانت زرعت وراها 11 مليون لغم، كان أكثر من سكان الجزائر في الوقت ده. احتلت فرنسا الجزائر لمدة 132 سنة، أباد الفرنسيين مليون مسلم في أول 7 سنين ومليون ونص في آخر 7 سنين قبل رحيلهم. ومجموع اللي قتلتهم فرنسا في الجزائر بين عام 1830 إلى عام 1962 هو 10 مليون مسلم. احتلت فرنسا تونس لمدة 75 عام، والجزائر 132 عام، والمغرب 44 عام، وموريتانيا 60 عام. ولما دخلت فرنسا مصر دخل الجنود الفرنسيين المساجد بخيولهم، وكانوا بيشربوا الخمر